عندك بضايه زي دي هاتيها وفي البوله كده وحطيها. بسم الله. اخليك النهارده تعملي احلى وصفه للولاد بيها، تنفعهم فطار تنفعهم عشاء، مش هتستغني عنها ابدا. اعملي لايك واعملي شير ويلا بينا بقى على وصفتنا الجميله. هننزل على البيضه اللي احنا دشيناها دلوقتي دي بكيس كده من الفانيليا. بسم الله. هننزل على البيضايه والفانيليا بمعلقه كده كبيره من الخل. بسم الله. هننزل هنا كمان عليهم بنص كوبايه من السكر البودره. بسم الله. وقلبي سكر البودره مع البيضايه مع الفانيليا مع معلقه الخل. ركزوا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب. في الكومنتات اوعوا تنسوا. بس كده قلبنا كده المكونات كلها مع بعض كويس قوي. هننزل عليهم بقى هنا بايه؟ بنص كوبايه من السمنه على زيت. حطيت ربع كوبايه سمنه وربع كوبايه زيت. تقدري تستخدمي الكميه كلها سمنه او زيت او زبده براحتك خالص، او خليط زي ما انا عملت كده. بسم الله. انزلي بكل المكونات ما تسيبيش حاجه خالص وقلبي. قلبي بقى السمنه كويس كده مع المكونات. بس كده شايفين القوام بقى عامل معانا ازاي؟ ده جانس خالص وبقى كريمي معانا زي ما انتم شايفين كده اهو. طيب هننزل بقى عليهم كده بالشكل ده بكوبايه من الدقيق. بسم الله. والوصفه دي مهم جدا ان احنا نكون ناخلين الدقيق بتاعنا. وهننزل بتاني كوبايه من الدقيق. بس كده مبدئيا نزلنا بكوبايتين من الدقيق. هنبدا نحط بقيه مكوناتنا ونلم العجينه. لقيناها محتاجه هقول لكم في الاخر خدت مني دقيق قد ايه. اتسلي وانتي قاعده. اعملي لايك واعملي شير للفيديو عشان غيرك يستفاد بالفيديو. بحبك في الله يا شيخ. هنزل عليهم بقى بمعلقه كبيره كده هرميه من الكاسترد او من النشا، يا ده يا ده، بس الكاستر بيدي لون حلو للوصفه بتاعتنا وكمان بيديها طعم حلو. بسم الله. اهم حاجه المقصود هنا من المكون ده سواء نشا او كاستر ايه هو؟ القرمشه في الاخر كده والطعم يكون جميل. اظن عرفتوا. انا غششتكم صح؟ انا غششتكم، انا عارفه نفسي دايما اقع بلساني. بعد ما حطينا معلقه الكاستر هننزل هنا كمان بمعلقه كبيره من اللبن البودر بالشكل ده. بسم الله. وعايزه اقول لكم اللبن البودر هنا اختياري ليكي خالص، مفيش اي مشكله، بس بيدي نكهه جميله جدا للوصفه بتاعتنا النهارده. هننزل بقى بنص معلقه زي ما انتم شايفين كده من البيكنج باودر. طبعا هنا مش مكمل نص معلقه، فانا حطيت شويه صغننين دول لان الكيس ده كنت واخده منه قبل كده. بسم الله. اهم حاجه رشه الملح بتاعتنا. بسم الله. بس كده رشه صغيره خالص. هنبدا بقى نلم العجينه بتاعتنا كده بالراحه جدا، نلم مش نعجن. تمام. بسم الله. وزي ما قلت لكم هنشوف محتاجه مننا دقيق ولا لا. هقول لكم على قوام العجينه اللي احنا محتاجينه في الاخر. بصوا بقى انا لقيتها محتاجه معايا دقيق كمان، حطيت لها نص كوبايه الا معلقه زي ما انتم شايفين كده. تمام اهو. خلاص كده هبدا بقى المها وانا حاسه كده ان العجينه بقت تمام التمام معايا. برده هقول لكم على الملمس بتاعها في الاخر. بصوا بقى انا هنا خلصت ولميت العجينه بتاعتنا وبقت تمام التمام. تختبروها ازاي؟ طبعا ايدينا كلها عجين من ايه؟ من مكان ما احنا كنا بنعجن. مهما تمسكي في العجينه هتلاقيها بتلزق معاكي وتفتكري ان هي عايزه دقيق. هنجيب بقى ايدينا اللي احنا ما استخدمناهاش في العجن اللي هي النظيفه، وهي دي اللي هتختبري بيها بالشكل ده. شايفين اهو؟ شايفين هنا بقى ما بتلزقش ازاي اهو؟ زي ما انتم شايفين كده زي الفل. تعالوا بقى هنا لو انا حطيتها في ايدي دي شايفين بتلزق معايا خالص ازاي والعجينه طلعت في بعضها. تعالوا ايدي التانيه اهي مفيهاش اي حاجه، هي كده بقت تمام التمام. تعالوا برده نختبرها تاني. تعمليها كده اهو وتبداي باي حاجه بتدوسي عليها كده. شايفين ما شققتش معانا ولا فتحت العجينه، يبقى هي كده بقت 100 100. يلا بقى نشوف هنعمل النهارده في العجينه القمر بتاعتنا دي ايه وهنشكلها ازاي. طيب زي ما انتم شايفين بقى تعالوا نشكل بقى هنا عجينه البسكوت القمر اللي هنعمله النهارده للولاد للفطار واللانش بوكس. الايام دي في امتحانات ربنا يعينهم، اعملوا لهم البسكوت ده جميل ومفيد واحسن من اللي بيشتروه من بره. بصوا بقى هناخد كده القطعه طبعا حسب حجم البسكوته، بس ما تكبريهاش قوي لانها بعد كده بتكبر شويه في الفرن. بالنسبه لي انا الحجم ده صغير قوي، قد حبايه الليمونه الصغيره بالشكل ده اهو. شايفين؟ هبدا بقى احطها في الصينيه بالطريقه دي. تمام كده. هناخد كده واحده كمان بقى ونشكلها برده اهو. شايفين؟ على شكل كرات صغننه قوي بالشكل ده. نحاول واحنا بنحط البسكوت بتاعنا اعملي كده فراغ ما بين كل واحده والتانيه. تمام كده. ما تخليش البسكوت ماسك في بعضه اهو يا بنات. شايفين الشكل؟
هخلص كل الكميه بالشكل ده، هعملها كرات بالشكل ده وهرجع لكم تاني. كده خلصنا تشكيل البسكوت كله بالشكل ده، وما شاء الله 2.5 من الدقيق واقل كمان، ما خدناش النص كوبايه كله يعني. زي ما انتم شايفين طلع معانا حوالي 39 حبه من البسكوت بالشكل ده، جميل جدا جدا. هل هنسيبه بالشكل ده كده كرات صغيره؟ لا طبعا. تعالوا بقى نشكله تشكيله حلوه عشان في الاخر هنزينه مع بعض. اي حاجه كده، انا مثلا هنا هستخدم المضرب عادي اللي كنت بستخدمه اليدوي ده، وهتيجي على البسكوته كده بالشكل ده وهتدوسي في النص بالظبط دوسه خفيفه بالشكل ده كده اهو. شايفين؟ تدوسي كده اهو بالراحه مش للاخر. بصوا المنظر، طبعا شايفين الشكل شارح نفسه. واللي تلاقيها ممكن تفتح معاكي بالشكل ده، يبقى احنا واحنا بنلفها ما لفيناهاش، يعني ايه، واحنا بنشكلها ما شكلناهاش كويس. لازم الاول بتاخدي حته العجينه وتعمليها كده وكده اهو. شايفين؟ تعالوا بقى اوريكم. بسم الله. تدوسي في النص كده اهو. مش دي اللي كانت فاتحه معانا دلوقتي؟ زي الفل. شايفين بقى الشكل ده؟ عايزينه كله كده بالشكل ده. تعالوا اوريكم واحده تانية. هناخد الكوره بالشكل ده بتاعت البسكوته وهندوس عليها في النص كده بالشكل ده كده اهو. في ثانيه انا بدوس عليها من النص بتديني فراغ كده بالشكل ده. هخلص بقى الكميه كلها وهرجع لكم تاني. خلصنا تشكيل البسكوت كله بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو. طيب هنبدا بقى ندخل البسكوت بتاعنا ده على درجه حراره 180 في الرف الاوسط في الفرن. مش هياخد منك 10 دقايق على بعض. اول ما ياخد معانا اللون الذهبي الجميل هنطلعه على طول، وهقول لكم هنشكله ازاي. تشكيل حلو جدا وسهل جدا جدا. وبكده حبايبي خرج معانا البسكوت بالشكل ده، ما خدش معانا 10 دقايق على بعض. خد اللون القمر ده وطلعناه اهو بالشكل ده كده. خلصنا الصينيتين ما شاء الله بالشكل ده. طيب عايزه اقول لكم هنسيبه بقى خالص يبرد. طبعا انا سيبته برد، هنسيبه يبرد خالص وبعد كده هتبداوا بقى تشكلوه زي ما انتوا عايزين تاكلوه بالطريقه دي زي الفل. بصوا لونه جميل ازاي، شايفين مقرمش ازاي، تحفه تحفه. شايفين بقى هنا الفتحه اللي احنا عملناها اهي. طيب بصوا بقى، انا عندي هنا كيس مسيحه فيه كده مكعب من الشوكولاته على حمام مائي عادي. بستسهل بحطه في كيس اللي هو بتاع التلاجة العادي وبربطه وبحطه في حمام مائي. بتطلعي الكيس بالشكل ده بتكون الشوكولاته ساحت معاكي خالص. تعملي لها فتحه بسيطه قوي وتبداي ان انت تشكلي كده بقى البسكوت بتاعك. بسم الله. شايفين اهو؟ تبداي ان انت تشكليه بالشكل ده وتحطي جوه الفراغ اللي احنا عملناه بتحشيه كده بالشكل ده شوكولاته. تقدري بقى تحطي شوكولاته، تقدري تحطي مربى براحتك خالص. وبكده عملنا اجمل واحلى بسكوت زي ما انتم شايفين كده. في 10 دقايق عملتي البسكوت القمر ده. تقدري بقى تقولي عليه سابليه، تقدري تقولي عليه بسكوت، بس حاجه كده ايه، فاخر من الاخر بجد، في منتهى الجمال. شايفين شكله يا بنات؟ وزي ما قلت لكم تقدروا ان انتوا تحطوا اي صوصات انتوا عاوزينها، وكمان ممكن تحطوا مربى. تمام؟ طيب تعالوا شوفوا بقى القمر. بصوا شايفين حلاوته؟ رقيق جدا وجميل جدا. تعالوا طب ندوق بقى الجمال ده والحلاوه دي. بسم الله. لا بجد تحفه تحفه بجد. بصوا هش جدا من جوه ونواعم معانا يا بنات. بصوا تعالوا بقى نشوفوا قد ايه ناعم جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، تحفه. لا جربوه بجد في منتهى الجمال. سمعتي القرمشه بتاعته؟ حاجه كده مزيكا تحفه. تقدري بقى تشكلي طبعا الاشكال اللي انت تحبيها بالشكل ده اهو. بصي شايفين؟ تقدروا تعملوا بقى الاشكال اللي انتوا عاوزينها. بدعي في البسكوت بتاعك بالشوكولاته تحفه. ولو عايزه تسيبيه ساده سيبيه ساده براحتك خالص. في اللانش بوكس بقى للولاد مع كوبايه شاي بلبن الصبح للفطار. بجد بجد خطير. جربيه هيعجبك جدا جدا ان شاء الله. اتمنى منكم النهارده تكون الحلقه عجبتكم والفيديو عجبكم يا بنات. بجد والله وحشتوني وحشني الكومنتات الجميله اللي انتوا بتكتبوها لي. ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم. بحبكم في الله واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.